جا هذا الشيء ديال المدونة. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى كرم هذه الأمة هذه بالإسلام، وكرم هذه الأمة هذه بإمارة المؤمنين. إمارة المؤمنين وضعت الإطار الذي يجب أن تكون فيه هذه المراجعة. أنا باغي نقول لكم خصكم تجاوبوا معايا مزيان، تفهموا الإشكال ديال هذا الشيء، لأنه حنا دابا كنتكلموا على اش؟ كنتكلموا على الأسرة. راه ماشي بغينا نصدعوا لكم رؤوسكم بمسائل قانونية ربما تستوعبوها ولا ما تستوعبوهاش، لأن هي صعيبة ومرتبطة بواحد العدد ديال لا. بغيناكم تشعروا بلي هذا الشيء انتم، حيت الإخوان تيقول لك الدستور حتى واحد إلا الفقهاء ديال الدستور هما اللي عارفينه بالضبط. حنا بنفوسنا كسياسيين كنوقفوا على الدستور إلا وقع شي خلاف حول شي بند، وإلا ما كنعقلوش على الدستور. لكن المدونة الإخوان بحال اللي قال الأخ سي زهير، قال هذه المدونة هذه كتكون مع الإنسان قبل ما يتولد، وكتكون معاه خلال حياته، وكتكون معاه بعد وفاته. المدونة قبل ما تولد انت باك ملي غيجي يتزوج بامك راه غيتزوجوا على حساب المدونة، وملي غتولد كطفل راه غتحكم فيك المدونة، وملي غتكون كتقرا راه غتحكم فيك المدونة، وملي غتزوج انت عاوتاني راه المدونة، وملي غتموت راه غيتقاسموا الناس الارث ديالك على حساب المدونة. اذا هذه المدونة هذه راه هي واحد الحاجة مهمة وأساسية. والمجتمعات كتكون قوية إلا كانت العناصر المكونة ديالها قوية، إلا كانت الأسرة قوية.